عشان يبقى فعلا الامل جوانا ويبقى نابع مننا، لازم يا جماعه نبدا احنا اللي نالف وننتج ونخرج قصه حياتنا. مش هينفع يكون المدير اللي في الشغل، مش هينفع يكون جوزي ولا مراتي ولا اولادي ولا جيراني ولا حماية ولا حماتي ولا امي حتى ولا ابويا. ايا كانت الظروف اللي احنا فيها وايا كانت الاوضاع اللي احنا فيها، حتى لو كان مرضنا، ما ينفعش نستسلم ونسيب نفسنا. كل الظروف اللي حوالينا دي هي اللي تكتب قصتنا. احنا اللي لازم نبدا نالف وننتج ونخرج قصتنا. احنا اللي لازم نبدا نكون المصدر. بس المصدر هنستمده من فين؟ من المصدر الاساسي، من رب العالمين. هنستعين بالله ونبدا نكتب يومنا، نبدا نشوف النهارده عايزينه يمشي ازاي. احنا اللي هنالفه. اوعوا تسيبوا اليوم هو اللي يالف لكم يمشيكوا انتوا ازاي. لازم احنا اللي نبدا نكتب الصبح. انا النهارده عايز انجز كذا، انا النهارده عايز اعمل كذا، انا النهارده عايزه اكون اهدى مع اولادي. ونزفرده اليوم ما مشيش زي ما احنا عايزين، هنصحى تاني يوم ونكتبه من اول وجديد. ويبقى دايما عندنا اليقين ان كل يوم مهما اليوم ما مشيش زي ما احنا عايزين بالظبط، بكره في امل جديد. العقل مش هيفهم الا اذا ابتدينا نروده واحده واحده. لو قلنا له احنا عايزين حياتنا كلها تبقى زي الفل، هيقول لك يا عم حرام عليك وانا ما اعرفش اعمل لك الكلام ده. العقل محتاج يتروض زي البيبي الصغير. لا، احنا النهارده هنعمل حاجه واحده وبكره هنعمل حاجه تانية. وعلشان العقل يتعود على اللي احنا فعلا عاوزينه واللي عاوزين نروح له، لازم كل يوم نغذيه حته حته. يعني بدل ما نقعد ساعه بنتمرن خلوها 10 دقائق. بدل ما هنقعد عايزين نقعد مع اولادنا ساعه بحالها ويبقى في كواليتي تايم، اقعدوا ربع ساعه بس يبقى فعلا فيها جوده في القعده. اي حاجه عايزين نروح لها اعرفوا ان مفتاحها جواكم، ولازم انتوا تكتبوها وتالفوها وتخرجوها وكمان تنتجوها.